ازيكم؟ النهارده هنتكلم عن اصغر انواع الكلاب في العالم من ناحية الحجم والوزن. لو انت بتحب الكلاب بس مالكش في الكلاب الكبيرة او ما عندكش مساحة ليها وبتدور على نوع كلب صغير يكون صاحبك ورفيقك، الفيديو ده ليك. يلا بينا نبتدي. رقم 10، الميني داتسن. كلب سيدا الماني وافي لصاحبه جدا وغالبا بيرتبط بشخص واحد فقط، ولكنه بيحب باقي العيلة. عنيد ومش سهل التدريب، ولكن طبعه هادي معظم الوقت وطاقته مش عالية. رقم 9، شاينيز كريستل. كلب زينة صيني بيتميز بشكله اللي بيكون بدون شعر خالص ما عدا راسه وديله ورجله. كلب طبعه حنين وبيحب صاحبه جدا، ولكنه محتاج اهتمام بشعره وجلده. رقم 8، البروسلز جريفن. كلب زينة بلجيكي، شكل مميز بالدقن اللي في وشه. شخصيته قوية وذكي وبيتعلم بسرعة. ما بيحبش يبعد عن صاحبه خالص وبيتأثر جدا لو اتساب لوحده. رقم 7، الجابانيز شين. كلب زينة ياباني بيتميز بلونه الأبيض في أسود اللي بيشبه القطط. بيحب اللعب ولكن طاقته مش عالية. بيستمتع بتعلم أوامر جديدة وبيحب التحديات. رقم 6، الباج. كلب أسرة صيني بيتميز بشكله الكرتوني المضحك وشخصيته المسلية وطبعه الاجتماعي تجاه الناس والحيوانات التانية. بيحب اللعب وعايز يبقى مع صاحبه طول الوقت. رقم 5، اليوركي. كلب زينة إنجليزي من أفضل كلاب الأسرة في العالم، محب جدا لصاحبه وأسرته. سلوكه محب للحيوانات التانية كمان. بيتميز بشكله الجميل ولونه. كلب طاقته عالية والرغم من حجمه الصغير، ولكنه كلب تنبيه ممتاز لو حس بخطر. رقم 4، البابيو. كلب أسرة فرنساوي بيتميز بذكائه الشديد وسرعة استيعابه. كلب طاقته عالية وشكل مميز بودانه اللي بتشبه جناحات الفراشة، وده سبب تسميته البابيو، يعني الفراشة بالفرنساوي. كلب محب لجميع أفراد الأسرة والحيوانات. رقم 3، البولونيز. كلب زينة إيطالي بيتميز بفروته البيضاء المجعدة وشكله الظريف اللي بيشبه اللعب. طبعه مسالم وهادي، بيحب صاحبه جدا وبيتعلق بيه أكتر من أي حد تاني. شعرته تشبه القطن وغير مسببة للحساسية للناس اللي بتعاني من حساسية الكلاب. رقم 2، البومرانيين. كلب زينة بولندي من أجمل الكلاب اللي تشوفها في حياتك. بيتميز بلونه الذهبي وشكله الأنيق. طبعه مسالم جدا تجاه الناس والحيوانات التانية. بيحب الأطفال والعائلات. طاقته عالية، مش بيحب اللعب الكتير، بس شعرته محتاجة عناية مستمرة. رقم 1، الشواوا. كلب زينة مكسيكي وهو أصغر كلب في العالم. بيحب صاحبه جدا ومخلص ليه، وغالبا ما بيكونش ليه اهتمام لأي حد تاني. عايز يقعد معاك طول الوقت، وعشان كده كانوا بيستخدموه زمان للتدفئة، لأن ممكن يفضل قاعد عليك بالساعات. طاقته قليلة وملوش في اللعب الكتير. شكرا للمشاهدة. لو عجبكم الفيديو منسوش تعملوا لايك، سبسكرايب. سلام.